ابطال افريقيا النادي الاهلي اخبار كتير جدا طلعت، النادي الاهلي بينسحب، اللعيبه مش هتلعب مش هتكمل، وبعدين النادي الاهلي بيرجع في القرار وبيقول لا انا هكمل في كاس افريقيا، لان النادي الاهلي طبعا عنده اول ماتش اخر مارس، ففي فتره كبيره واللعيبه كلها كان عندها حاله حزن، واللعيبه كلها مشتركه يعني مشترطه الحقيقه القصاص الاول، فالفتره دي هتكون التحقيق خلصت والناس تحولت وهيسيبوا بقى القضاء العادل ياخد ان شاء الله باذن الله مجراه، زائد ان النادي الاهلي كمان عنده غرامات ماليه للشركات الرعاه، انا مش عارف النادي الاهلي لسه هيعمل ايه في موضوع الدوري، وعنده عقد رعايه كبير مع الاهرام ومع شركات، مشكله الحقيقه مشكله ماليه هتواجه الانديه او الانديه الكبيره بالذات زي الاهلي والزمالك، والانديه عليها التزامات ماليه للاعبين وعليها فواتير كتير جدا. الله يكون في عون بقى الكابتن حسن حمدي، الاستاذ ممدوح عباس، الحقيقه حمل كبير جدا على الكابتن حسن حمدي، وهنقول بمنتهى الصراحه الكابتن حسن حمدي يقود السفينه باقتدار وباحترام، الراجل ما هربش، واقف يعني بيرتب اوراقه، بيحارب في كل حته، بيجيب حقوق الشهداء، بيجيب حقوق النادي الاهلي، موقف الحقيقه محترم، وده موقف برضو التاريخ مش هينساه للكابتن حسن حمدي. هنروح بقى الحقيقه لنادي الزمالك ونتكلم على شيكابالا، او نتكلم على قائمه الفريق اللي هيخوض بيها الكابتن حسن حمدي مباراه افريكانز في مباراه ال 64 لدور ابطال افريقيا. مفاجاه، شيكابالا خارج التشكيل، او شيكابالا خارج اصلا البعثه اللي مسافره. شيكابالا اخبار كتير قوي عنده الفتره اللي فاتت، ابتدت الاخبار باشاعات عشان نكون بمنتهى الصراحه، طالما بنتكلم عن نجم المحترم الاسمر شيكابالا المحترم عشان الامور تبقى برضو واضحه بناء على تصرفاته، الراجل الحقيقه تصرفات بيجبر اي واحد ان هو يقول عليه كده. شيكابالا كان فيه كلام كتير، مشكله ماديه مع النادي، مشكله نفسيه، وبعد كده قالوا ان نزله برد، لا الموضوع الحقيقه والمظبوط شيكابالا بيعدي بحاله نفسيه بعد مجزره بورسعيد، والراجل مش قادر يلعب دلوقتي او ما كانش جاهز. الكابتن حسن شحاته بيحترم الحته دي وبيقول ان الفتره القليله ما اقدرش اجهز شيكابالا، ان شيكابالا لعيب زي ما بيقولوا كده بيلعب بنفسيته، يعني لازم يلعب وهو دماغه رايقه، فمش هيقدر يعتمد عليه في الماتش ده. وشيكابالا بيقول ان هو بعد ماتش الحقيقه افريكانز هيرجع تاني او هيعود تاني. مش بس شيكابالا اللي مش موجود، احمد حسن مش موجود لان احمد حسن بيؤدي العمره، ميدو مش موجود بيكمل نظام، ميدو عارفين ان هو جايب مدرب من بره وبيعمل معاه نظام لياقه بدنيه معينه عشان يرجع لفورمته. محمد ابراهيم وصلاح سليمان كمان مش موجودين الحقيقه، يعني عدد كبير مش موجود في نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيسافر بقائمه مكونه من عبد الواحد السيد ومحمود جنش واحمد سمير، حازم امام، فتح الله، هاني سعيد، عبد الشافي، وصابر رحيل، وعلاء علي، عمر جابر، نور السيد، ابراهيم صلاح، احمد توفيق، اسمونديمو، اسلام عوض، سعيد قطه، وعمرو زكي، واحمد جعفر. ده يعتبر اخر اخبارنا النهارده داخل الملاعب اليوم. حاولنا النهارده نحل قضية التحكيم الذي لم تحل، والقضية المعقدة جدا اللي احنا مش عارفين لها حل، وان شاء الله بإذن الله نوصل لها حل. استنونا بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم.